السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله يوم جديد في عمر السمان بتاعنا، وزي ما انتم شايفين بالشكل ده اهوت يا جماعة. صلى الله على سيدنا محمد. اتأكد بس من العدد. أهم حاجة عندي كل يوم لازم نعده، يعني دي بقى ايه، بقت عادة بالنسبة لي. لازم نعدهم، نتأكد من عددهم. نعم يا فوف. ايه؟ لا، طب استني بس. شوفوا الرومي بس لو كنت دهنا له عينه، نشوفوا مرة عمل معانا تيجي ولا ايه. بصوا يا جماعة، هي تربية الرومي حساس، فان انا حبساه كده في مكان، اللي انا حبساه في مكان وقافله عليه مع السمان ده مزهق. انا حبساه عشان مصلحته، علشان خاطر خلاص يا حبيبي، خلاص يا قلبي. حبساه عشان ايه؟ عشان خاطر ياكل علف بادي، لان طبعا الفراخ والطيور اللي عندي ما بياكلوش حاجات بادي، كل طيور بتاخد اكل كبير. فانا حبساهم عشان كده، عشان مصلحتهم يعني، بس للاسف هم مش عارفين مصلحتهم. فدلوقتي انا طلقتهم اهو. بصوا هما بيتمشوا، هتلاقي واحده هنا واحده هنا واحده في الاخر اهي بتمشي وسط الطيور. نرجع بقى لمرجوعنا تاني للسمان بتاعنا. والسمان يا جماعه للامانه، لو عندك مكان ملوش سقف زي ده كده، هو عاوز مكان واسع وعاوز يطير كده وعاوز ياكل ويمر عليه، ونظافته قليله يعني مبيوسخش قد كده. بس لو ايه، لو شويه ميه زي دولت كده اتدلقوا ولا كده، هتلاقيه بهدلك الدنيا. لكن هو نضيف خالص بصراحه، تربيته تربيه نضيفه. انا بفكر ان شاء الله بعد كده هربيه في البلكونه، بس عاوز سلك يقفل على القفاصه بتاعت البلكونه بحيث ان هو ما يطيرش، وكمان عاوزه تتقفل بمشمعات وحاجات من دي. انا بس البلكونه عندي مسحومه فيها حاجات، مخزنه فيها خزيني بتاع السنه يعني، فمش هعرف احط فيها حاجه. لكن ان شاء الله فيما بعد ممكن اربيه فوق في البلكونه، هيبقى جميل خالص وهيبقى كويس. احنا لسه بقى هنجرب كده اول مره مع بعض، نشوف الدنيا بتاعته هتمشي ازاي. زي ما قلت لكم امبارح، انا بجيب لهم ب20 كيلو الا ربع. هو مش عارفه هو كيلو الا ربع بالظبط ولا، بس هو حوالي كيلو الا ربع. يعني انا بجيب ب20,000، بيستنى معاهم اهوت ايه بتاع يومين 3. انا لسه كبهولهم امبارح في العلافه، وممكن كمان يستنى لحد بكره. وما شاء الله بيسحبوا في الاكل وكل حاجه. كل بس الحكايه اللي انا عارفه ان هم زهقانين منها، ان انا بقفل الشباك وانا نازله، فالدنيا بتضلم عليهم. فده انا عارفه الموضوع ده مزهقهم يعني، والدنيا ضلمه كده بيبقوا زهقانين. لكن هما للامانه لو في نور هيبقى احسن بكتير، مش لمبه، قصدي ان في اضاءه في المكان. لكن انا بقفل الشباك اللي هو بصوا منور الاوضه بحالها ده، واول ما بدخل بفتح، لان الدنيا بتسقع وبترطب بالليل، فالطيور بتاعت الفراخ والحمام والحاجات دي ما بتستحملش نطشه البرد. فالحاجه اللي بتحافظ لي عليهم ان انا بقفل الشبابيك عليهم بالليل قبل ما ايه، ما بطلع من المكان. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.